السقوط الأخلاقي والسياسي والمهني والديني وكل شيء في شخابيط الإمارات. هذول الآن ما يعنوني، خلوهم في مقلب النفايات في سلة المهملات. أنا يهمني هذا المنافس الجديد، يهمني المنافس الجديد الذي نحن نحزن أن نراه ينافس على السقوط، وهو أمير المؤمنين ملك المغرب. نحزن جدا ونحن نرى هذا البلد الجميل يتشوه. أقولها لكم بمرارة، وأنا واحد من أكثر الناس محبين للمغرب. والله أن المغرب تتشوه، هناك تشوه وهناك صورة باهتة أصبح للمغرب بعد أن انزلقت للتطبيع وتطبيع وراء تطبيع. يعني أنه موقع وخلاص، كم بدأت الزيارات تتوالى. عموما يا أخوان، أنا اليوم أريد أن أقر بشيء. عندما كان الجزائريون يقولون أن المغرب يستقوي عليها بإسرائيل، أنا أكثر واحد وقف ضد الجزائر. قلت لا لا لا، شوف المغرب مطبع، لكن مستحيل يصل بهم المواصيل إلى أنهم يستقووا بالكيان الصهيوني عليكم كجزائر. لا، ما في داعي تستخدموا هذه الورقة. أنا أكثر واحد يعني وقفت في وجه الجزائريين، قلت لا، ما في داعي. أنتم الحين تستغلوا التطبيع، لأن ورقة رابحة بيد النظام الجزائري أنه يتكلم عن المغرب كدولة مطبعة يعني شعبيا. وأنتم عارفين في بلاد شمال أفريقيا هذا مسألة التطبيع جريمة، حتى عند المغاربة حتى عند الجزائر. هو يلعب بهذا الورقة، وكان يدعي هذا الادعاء ونحن نقول لا. الآن وأنتم تعرفوني إنسان وقاف عند الحق، وقاف عند الصدق، ولا أقول ولعنة الله على من يكذب، ولا خير فينا إذا لم نقول الحقيقة. الآن ثبت بالأدلة القطعية أنه فعلا هناك استقواء مغربي بالكيان الصهيوني على الجزائريين. قولها بالمفتوح، نحن وقفنا ضد الجزائريين وهم يرددون هذا الفرية عندما كنا نعتبرها فرية، لكن المغاربة والسياسة المغربية نفسها أثبتت أن هناك استقواء مغربي على جارتهم الجزائر. مش من عندي هذا الكلام، منكم أنتم كمغاربة، من سياسة بلدكم أنتم كمغاربة، مع كل احترامي وتقديري للإخوة المغاربة المعارضين للتطبيع والمعارضين لأن يروا أي صهيوني داخل بلادهم. بلادكم أكدت ما كانت تقوله الجزائر بغباء، بذكاء، بقصد، بدون قصد. الآن هذه الفرضية أصبحت حقيقة. كانت فرضية، كانت نظرية، كانت عبارة عن تصريح جزائري، لكن الآن المغاربة أثبتوها على أرض الواقع. امشوا معي حبة حبة. أول حاجة بالتطبيع، التطبيع هذا الوحدة كان خيانة. ثاني شيء مجيء وزير الخارجية الإسرائيلي إلى داخل المغرب يهدد الجزائر. لاحظوا الترابط، تطبيع، وزير خارجية الكيان الصهيوني يأتي من المغرب يهدد الجزائر. 3 توقيع شراء القبة الحديدية للمغرب من داخل الكيان الصهيوني. 4 بعد أسبوع سيصل وزير الدفاع الكيان الصهيوني اليهودي إلى داخل المغرب لإبرام اتفاقيات دفاع مشترك واتفاقيات أمنية. هذه الترتيبات مستحيل تكون صدفة. تطبيع، وزير خارجية صهيوني يهدد الجزائر من داخل المغرب، قبة حديدية، وزير دفاع واتفاقيات أمنية. لمن كل هذا القناديل يا أخواننا في المغرب؟ أنت كمغربي ما عندكش مشكلة إلا مع الجزائر، ما عندكش مشكلة. يعني التوقيت المريب لزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي الذي ستكون بعد أسبوع، وأتمنى ألا تتم، توقيت مريب. يعني ما فيش تفسير غير هذا التفسير. لا تلوموا أي واحد. أنا أسعد الشرعي بشحمي ولحمي كنت أنفيها عنكم يا مغاربة، وأقول لا يمكن أن المغرب تستقوي على جارتها الجزائر بالكيان الصهيوني. اليوم أنتم تثبتون هذا الكلام، تثبتونه على أرض الواقع. طيب، انتهى عصر الثورية لدى أسعد شرعي. المغاربة والسياسة المغربية نفسها أثبتت أن هناك استقواء مغربي على جارتهم الجزائر. حينما جعل يا سبحان الله، شفت الجزائر كنت أنصفكم. يعني عندما جاء رئيس أركان الكيان الصهيوني إلى المغرب ونجس المغرب ذلك النجس، رئيس هيئة الأركان، وأصدر بعض التهديدات على الجزائر، شفتوا كيف كنت صاحب موقف، وقفت معكم وقلت يا أخوان المغاربة ما يصير، وهذا استعداء وهذا استقواء بواحد صهيوني مهما كان. يعني المفترض أنتم في هذا التقرير تنصفوني. أنتم واضح جدا أنني صاحب كلمة ونرفض الغلط ونرفض كل شيء. خلوني أشيل هذا التعليق يا جماعة. أيوه شيل ده. طيب، وبعدين بوصلته تتجه لمنطقة شمال إفريقيا عوض توجيهها نحو بلده اليمن. بدأ أسعد أيامه الأولى من التملق مع الجزائر، ولكنه يكتشف في الأخير أن الجزائر حكومة وشعبا في شمال إفريقيا عوض توجيهها نحو بلده اليمن. هنا هم ما يعرفوش أنه عندي قناة